ضحكوا عليك لما قالوا لك ان ده مجرد فيلم وخبوا عنك الحقيقة المرعب. السينما غشتك في شكل انابيل، ورتها لك عروسة خشب بوش يقطع الخميرة من البيت، بس الحقيقة الصدمة انها كانت عروسة قماش بوش بيضحك، والبرقة دي كانت بتتحول لشبه بني ادم وبتمشي في الشقة. جهز نفسك وما ترمش، لان دي الحكاية الحقيقية الاخطر دمية في التاريخ. الحكاية بدأت سنة 1970 لما ممرضة اسمها دونا استلمت هدية تخرجها من أمها، دمية قماش شكلها بريء جدا، وحطتها في شقتها مع صاحبتها إن جي. وفي الأول كانت مجرد ديكور عادي في الأوضة لحد ما دبت فيها الحياة. دونا كانت بترجع عادي من ورديتها بالليل، تلاقي الدمية غيرت وضعيتها في الضلمة، إيدها المفرودة بقت مربعة ورجليها اتنت. الموضوع اتطور بسرعة وبقت الدمية بتتحرك من أوضة لأوضة، يقفلوا عليها غرفة النوم، يرجعوا يلاقوها قاعدة في الصالة وبتبص على الباب، وأوقات يلاقوها واقفة على رجلها وساندة على الحيطة مستنياهم. البنات عاشوا في رعب حقيقي وقفلوا كل حاجة، لكن الحركة فضلت مستمر. والأبشع بدأ يظهر في أركان الشقة ورق قديم مكتوب عليه بخط طفل صغير: ساعدوني. هنا البنات خدوا القرار القاتل، جابوا وسيط روحاني، والكائن الخبيث خدعهم وقال لهم: أنا روح طفلة ماتت هنا عندها 7 سنين اسمها أنابيل وحاسة بالأمان معك. البنات تعاطفوا ونطقوا الجملة اللي فتحت باب الجحيم: احنا موافقين إن أنابيل تفضل معانا. ودي كانت لحظة الإذن الشرعي للشيطان عشان يسيطر بالكامل. هو فين الكاميرا بتفصل ليه؟ اشتركوا في قناة حكاوي الدهشان وما تنسوش اللايك علشان ما جيش لحد فيكم. انا معرفش ايه اللي حصل، بس نرجع للفيديو بتاعنا. بعد الكلمة دي بدأ الدم يسيل. صديقهم لو نام في الصالة وصحى الفجر على شلل مؤقت، لقى الدمية بتزحف فوق جسمه لحد ما وصلت لرقبته وقبضت عليه بكل قوتها وكتمت نفسه لحد ما غاب عن الوعي. والليلة اللي بعدها سمعوا صوت تكسير. لو دخل الأوضة الضلمة، وأول ما قرب من الدمية حس بهجوم عنيف من الهواء. فجأة قميصه اتمزق وصدره انفجر منه الدم، اتشرح ب7 علامات محروقة من غير ما يشوف صابع واحد لمسه. هنا بقى انقذهم أشهر محققي مرئيات في التلفزيون والواقع، لورين وارن، وكشفوا الحقيقة. ده شيطان مخادع استغل عاطفكم عشان يستحوذ على أجسامكم. وارن طهروا المكان وحبسوا الدمية لحد النهارده جوه صندوق زجاجي بمتحفهم ومكتوب عليه بالاحمر: خطر لا تفتح مطلقا. ولو عندك دمية او عروسه لعبه في البيت دلوقتي، هتعمل فيها ايه بعد اللي انت سمعته ده؟ اكتب لي رايك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والمتابعه.